بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم احمد المصري. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن حل المشكلة كده قابلت ناس كتير وسألوني عليها وكنت برد عليها في التعليقات، ولكن في بعض المتابعين طلبوا مني ان انا اعمل فيديو للموضوع ده نظرا لاهميته. والفيديو ده بيتكلم عن الاغلاق القسري للموبايل، يعني بالبلدي كده بنقفل الموبايل غصب عنه. بمعنى ايه؟ ان احيانا بتلاقي ان الموبايل هنج منك، يعني وانت بتشتغل على شاشة الموبايل او بتقفل وتفتح الموبايل مش بيستجيب معاك، لا بيستجيب معاك في الشاشه ولا بيستجيب معاك في التطبيقات، وحتى الازرار بتاعه الصوت والباور كل حاجه بتقف، تحس ان الموبايل اتجمد، وده بيحصل واكيد انت قابلت حاجه زي كده. طيب هتحل المشكله دي ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. كل اللي هتعمله ايا كان الموبايل بتاعك، خصوصا اجهزه سامسونج، ولكن هي منتشره في اغلب اجهزه الاندرويد كلها، علشان بس تبقى مطمن للموضوع ده. وحتى لو الموبايل بتاعك مش سامسونج، يعني مثلا ريلمي، هواوي، اوبو، ايا كان الجهاز، ادخل بس على جوجل او على يوتيوب واكتب مثلا على جوجل على سبيل المثال هواوي واي 9 مثلا 2018 2019 على سبيل المثال، اكتب مثلا كيفيه الاغلاق القسري لموبايل هواوي واي 9، فهيجيب لك طريقه الاغلاق القسري للموبايل بتاعك. ده بس حل المشكله علشان تطمن، يعني لما الموبايل يتجمد معاك دي مش مشكله في الموبايل ولا حاجه، وبس بيبقى محتاج انك تعمل له اغلاق قسري. خصوصا ان الموبايلات اللي هي الحديثه، على سبيل المثال الموبايل اللي معايا ده مثلا سامسونج جالاكسي A25 5G، فطبعا الموبايل ده موبايل مغلق، يعني انا ما اقدرش ان انا اشيل البطاريه لان البطاريه هنا مدمجه في الموبايل. بالنسبه للاجهزه القديمه زي مثلا على سبيل المثال G7 2015 G7 2016 مثلا، يعني كنا بنشيل الغطا من ورا ونشيل البطاريه ونسيب الجهاز شويه ونرجع البطاريه تاني ونفتح الجهاز فالجهاز يفتح معانا. لكن الاجهزه الحديثه علشان اجهزه مغلقه ما بنقدرش نعمل طبعا الموضوع ده لان الاجهزه هنا مقفوله. فالحل هنا انك تعمل حاجه اسمها الاغلاق القسري، او انك زي ما قلت لك تقفل الموبايل غصب عنه. كل اللي هتعمله انك هتضغط على مفتاح الباور بالاضافه لزرار الصوت السفلي ده، والجهاز فاتح معاك يعني، والجهاز شغال ومش راضي يقبل منك اي اوامر والشاشه متجمده والدنيا واقفه معاك. كل اللي هتعمله هتعمل زي ما انا هعمل دلوقتي، هضغط هنا زرار الباور مع زرار الصوت السفلي مع بعض لمده 10 ثواني زي ما انت شايف. بضغط كده زي ما انت شايف، ركز معايا، شايف الجهاز قفل زي ما انت شفت كده. انا فضلت ضاغط على زرار الصوت السفلي وزرار الباور، فالجهاز بيعمل اغلاق قسري بشكل تلقائي على طول، وبعد كده بيفتح معايا تاني تلاقي المشكله اتحلت معاك. وده بالنسبه للاجهزه اللي هي الحديثه. تعالى بقى نرجع بالزمن لورا شويه ونطبق على الاجهزه القديمه، وليكن مثلا جهاز زي اللي معايا ده اللي هو G7 2016. فزي ما انت شايف هفترض ان الجهاز هنا هنج معايا خالص وما بيقبلش اي حاجه. يعني لو اشتغلت على الشاشه على سبيل المثال، اللي هي المشكله اللي هي معاك حاليا، ان الموبايل ما بيقبلش منك اي اوامر، لا التاتش بيشتغل ولا الشاشه بتقبل اي اوامر ولا الازرار بتشتغل معاك ولا اي حاجه. طبعا الجهاز هنا زي ما انت شايف مقفول، بيطلب مني ان انا ادخل البين كود، حتى البصمه ايا كان الحمايه اللي على الجهاز هيقفل معاك اغلاق قسري بالطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي. كل اللي هتعمله زي ما انت شايف برضه، هضغط زرار الصوت السفلي مع زرار الباور لمده 10 ثواني زي ما انت شايف مع بعض كده، وافضل ضاغط. ركز معايا، تلاقي الجهاز يقفل معايا على طول بشكل تلقائي زي ما انت شايف كده. طبعا الجهاز اهو شفت عمل ازاي بدون بقى ما يجيب لي الخيارات بتاعه الاغلاق والكلام ده كله. انت لما بتضغط طبعا الباور بيجيب لك انك تدخل البين كود علشان يقفل. الكلام ده لو من بره، والكلام ده طبعا لو انت حاطط حمايه على الموبايل، يعني هو كمان مش هيرضى يقفل الا اذا دخلت كلمه السر علشان الجهاز يعمل شات داون او يعمل اغلاق. لكن تخيل حتى والحمايه موجوده على الموبايل انا عملت له اغلاق، طبعا بدون بقى ما اخرج البطاريه والكلام ده كله. فالخطوه دي خطوه جميله جدا ومهمه جدا، هتحل لك المشكله بتاعتك لو الجهاز بتاعك اتجمد او وقف منك وحسيت ان الجهاز ما بيقبلش منك اي حمايه. تعال بقى نجرب تاني بعد ما الجهاز فتح. على سبيل المثال لو انا مثلا ضغطت هنا باور وعايز اقفل الجهاز، لاحظ معايا لو بعمل هنا شت داون بيطلب مني ادخل البين كود ده اللي هو الاغلاق العادي اللي احنا عارفينه. لكن طبعا لو انا بقى الجهاز متجمد معايا او عايز اعمل اغلاق بدون ما ادخل البين كود، اعمل الخطوه اللي انا قلت لك عليها. تعال نطبقها تاني للتاكيد. نضغط باور مع زرار الصوت السفلي زي ما انت شايف، عمل زي ما حضرتك شفت كده اغلاق ورجع فتح تاني. فبالتالي كده الفكره وصلتك. طبق طبعا الخطوه دي على اي جهاز يتجمد معاك او يحصل فيه اي مشكله، وان شاء الله المشكله تتحل معاك بكل بساطه وسهوله باذن الله. ما تنسانيش من خالص الدعوات، ولو عندك اي اسئله واستفسارات سيبها لي في التعليقات تحت الفيديو وباذن الله هرد عليك في اقرب وقت. طبعا مش اكد عليك لو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب والاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول ان شاء الله.
هتلاقي رابط الموضوع الخاص بالفيديو ده مكتوب على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه والانترنت بطيء عندها. هتلاقي الرابط موجود في اول تعليق مثبت وموجود كمان في الوصف تحت الفيديو ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.